دوك يا قلب بيلح واسأل عنهم. قل للنسيم يمكن يكون جاب الخبر من عندهم. واسأل كمان عنه القميرة الشايلة ضوها منهم. والياسمين مع الخريف توجهت لحيهم. سألت كمان كل الحضور أن الجميل ست فنهم، وأنا يا جميل بهواك يا ست فنهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا الطيبين في كل مكان. الليلة رجعنا لكم بفيديو جديد ومعانا الشاعر اللي هو أحمد المصري. فأحمد المصري الليلة داير سمعنا شعر عن الصحاب، فهتقول لنا شنو يا أحمد الليلة؟ بقول شعر عن كل صاحب جدع، بقول اللي في قلبي واللي في خيالي. صدقني يا صاحبي انت ببالي، واكل عيش وملح معاك، وفي الغربة كنت وياك. اصيل يا ابو الكرم يا ابو الاصول كمان. الدنيا ما بتعملش اي صاحب جدع في الدنيا كمان. اصل المحبة والمودة ليك يا صاحبي في يوم من الايام. تعظيم سلام لكل المحبة وكل صاحب في الغربة بيتمنى اني، وكل صاحب جدع بياكل عيش وملح معايا. اصل الكلام من ارض مصر الجديدة، برحب بكل الحبايب اللي غاليين تاني. تعظيم سلام لكل صاحب جدع، تعظيم سلام لكل المحبة والمودة في يوم من الأيام. رب الكريم موجود وشاد عليك الآن، بكل صاحب جدع وبكل الخير كمان. محبة وكل صاحب جمال، بالمحبة والمودة لكل القلب شاغل البال. شاغل البال يا صاحبي وقلب الكيان، وعلى الواتس معاك وتبعت لي رسالة كل يوم لأجدع صاحب كمان. المحبة والمودة لكل صاحب في الدنيا كمان. أدخل الصحوبية يا صاحبي بأخوات، وأحلى أخوات في الدنيا لكل الجدعان. باسم أخويا مصطفى حنفي الراجل أصيل كمان، باسم مصر الجديدة بتهز أي جبال. أحلى كلام لأخويا معتصم العيالي، راجل السودان الأصيل أبو الكرم كله، راجل صنايعي وكله صب يحلف بيه. محبة والمودة والرب الكريم معانا كمان، بكل صاحب جدع بيحلف بويانا، بكل الشوق معانا ورب الكريم شاهد علينا كمان. حبيبي أحمد تسلم والله العظيم يا جماعة. الزول ده بيقول أحلى كلام، احلى كلام في قلبي لكل المصريين والسودانيين كمان. انا والله ما شاعر ولا بقول اي كلام، كلام بيجدع من خيالي وفي احلامي. لكل جدع بيسمع موالي، لكل جدع بحبه وكل المبشرين معايا كمان. رب الكريم محبه وكل صاحب جدع ويايا. بحب احلى صاحب جدع يكون ويايا. احلى صاحب في الدنيا لاخويا مصطفى حنفي، واحلى اخواتي في الدنيا، واخويا الزول راجل محترم اصيل وابو الكرم كله اخويا من ارض مصر الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تسلم أحمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظرونا يا جماعة في مفاجآت جديدة إن شاء الله، في حاجات تانية بتظهر بعد أيام. يلا يا جماعة سلام.